السلام عليكم. وضعية إدماجية عن علاقة الدولة العثمانية بالخارج. سنة أولى ثانوي. الحل: شهدت علاقة الدولة العثمانية بالقوى الخارجية مرحلتين بارزتين. في البداية اتسمت بالقوة والتوسع، حيث عززت الدولة نفوذها بعد فتح القسطنطينية عام 1553، وامتدت سيطرتها إلى شرق أوروبا والبحر المتوسط، متصدية للقوى الأوروبية عسكريا ودينيا. كما لعبت دورا كبيرا في نشر الإسلام وحماية المسلمين، خاصة في ظل حروب الاسترداد بالأندلس. لكن مع القرن التاسع عشر بدأت الدولة تتراجع نتيجة الأزمات الداخلية والتدخل الأوروبي. تبنت القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا سياسة الرجل المريض لتقسيم أراضي الدولة العثمانية والحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية. كما ساهمت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في تفكيك ممتلكات الدولة وتقويض نفوذها. رغم هذا التراجع، تبقى الدولة العثمانية رمزاً تاريخياً مهماً، إذ عكست علاقتها بالخارج مراحل القوة والضعف التي أثرت على موازين القوى في العالم. وفي الختام، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو تشجيعاً لنا لنستمر.